البيت ليها عامل كبير، بس برضو الراجل السوي بيقدر يفصل بين بر الوالدين وإنه يتقي الله في زوجته لأنها أمانة عنده. هنعمل إيه؟ النهارده هنتكلم عن بر الوالدين والزوجة، وإزاي الراجل مش عشان بر والدي أهدم بيتي وأهدم حياتي، لأن مراتك دي أمانة، أمانة عندك وهي بنت ناس. أنت زي ما بتبر مرات أمك وأبوك لازم تبر مراتك ولازم تحافظ عليها، لان انت السند الوحيد ليها. فتعالوا نتكلم النهارده، بلاش التوفير والكلام ده، هنتكلم عن الراجل اللي هو بيبر ويمكن يهدم بيته. وفي نصايح جميله جدا للفيديو ده. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي رسول الله، حاجات هتفيدكم جدا وجميله جدا بجد، حاجات معلومات حلوه قوي 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 لاي راجل قاعد في وسط بيت عيله، وقاعدين في كل عيله، يعني في بيت عيله وما فيش وفاء ما بين مراته مثلا واهل وام وابوه، ما فيش اتفاق مثلا الست مراته، ولا فيش اتفاق ما بينها وهي حماتها عامله مشكله معاها. فانا النهارده جايين نقول حاجات نحط النقط على الحروف. ما تنسونيش بس باللايك، صلوا على سيدنا محمد، واللي بيحب النبي يحط لي اللايك بالله عليكم. واهلا بحبايب قلبي الموجودين معايا، بيسعدني طبعا كلامكم الجميل، ويسعدني اللايكات بتاعتكم والكومنتات الجميله بتاعتكم. واهلا بحبايبي الجداد اللي هم جايين اول مره يشوفوني. انا كوبايه شاي معلومي، انا ماما لامي. ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم، واتفرجوا خدوا لكم كده جوله في الفيديوهات بتاعتي جميله جميله جدا وهتعجبهم. تعالي نتكلم ان شاء الله، وصلوا على سيدنا محمد، على ازاي الراجل يبر الراجل اهل بيته واهل امه، يعني وامه وابوه. خلينا نقول النهارده الحقيقه اللي ناس كتير بتزورها تحت اسم بر الوالدين. ازاي البيت له عامل طبعا كبير، والتربيه بتفرق كتير جدا، بس ده مش مبرر لو راجل يظلم مراته او يكسرها بحجه ان هو ايه بيسمع كلام امه، بيسمع كلام اهله، لان الطاعه طبعا اللي فيها اذى اسمها ضعف، مش بر والكلام ده كله. الراجل السوي فعلا، الراجل السوي فعلا هو اللي يعرف يوازن ما بين بالنفس، يعني بيوازن ما بين اهل بيته واهل ايه، واهل امه وابوه. يعني اهل بيته اللي هو مراته، واهل التانيين اللي امه وابوه، بر الاثنين. يسلم نفسه لاي ضغط. طبعا بيعمل ايه؟ بيعرف امتى يقول لا باحترام، ويفهم ان ان جوازه مسؤوليه مستقله. جوازه ده مسؤوليه مستقله، ويفهم كده ان الساحه مفتوحه لاي حد يدخل فيها. ويقرر بر الوالدين عمره ما كان على حساب زوجتك. بر الوالدين عمره ما كان على حساب زوجتك. انا مربيه ولادي على كده، انا ولادي ليهم حاجاتهم مستقليه، انا عمري ما بتدخل في حاجاتهم، وهم علشان طبعا يوافقوا عشان يعرفوا ان هم يوازنوا ما بيني وما بين مثلا زوجته، فانا ما بتدخلش في حاجات زي كده. ولو كان معاك يعني انت تكسب، ولا انك يعني، ولا كان، ولا اصلا كان بالحاجات دي. والله يا جماعه عشان ايه قاعده اقول لكم الحاجات دي؟ لو كان معناها انك تسكت على اهانه زوجتك، ولا انك تسيبها كده تتحمل اذى نفسي علشان ما تزعلش ماما او ما تضايقش اهلك، لا، لان كده انت يعني ب ب مش عارفه اقول لك ايه، ظلمت مراتك على حساب اهلك. انت كده ظلمت مراتك على حساب اهلك. فما ينفعش، زوجتك دي امانه، مش اختيار تتحط فيه. ده مش اختيار، مش اختيار، دي زوجتك دي امانه عندك. طالبه انها كل يوم تثبت لك ان هي عايشه بكرامتها، وعايشه ان ده بيتها ودي مملكتها. لا طبعا، ولا تقبل تدخلات، ولا تتحمل ضغط نفسي من اي حد، ولا تنازلات طبعا علشان ترضي حد. هي مراتك كده، مش مش مجبور على انها تقول الحاجات دي. لا، خلي بالك، انت اللي بتخلط الامور ببعضها ما بين البر والضعف. ده انت بتهد بيتك، انت بتهد بيتك، لانك انت فاكر ان السكوت ده حكمه. طبعا انا لما اسكت على مراتي واقول لما ما اتكلمش، واسكت عشان اهلي بيتكلموا ما اتكلمش وما اخدش حق مراتي، ده ضعف منك انت. انت كده بتهد البيت، والله بتهد البيت، لانك فاكر ان السكوت ده حكمه، وان التنازل المستمر ده حل. التنازل يعني تتنازل تتنازل تتنازل، ده حل؟ لا، انت بتضغط عليها نفسيا، وضغط نفسيا ده في تهديد للبيت كله. لان الحقيقه ان ان ده بيخلق جفا وكراهيه، وبعد كده لحد ما العلاقه تتهد. الراجل الحقيقي مش اللي يرضي الكل على حساب بيته. الراجل الحقيقي ان انت ما ترضاش الكل على حساب بيتك واهل مراتك. لما تلاقي مراتك كده مكسوره هتبقى فرحان. الراجل الحقيقي اللي يحمي بيته، الراجل الكويس هو اللي يحمي بيته، راجل فعلا بجد، ان انت تحمي اهل بيتك على اهل امك وابوك. بر امك وابوك، بس في التدخل في حكايه بيتك ده كده انت بتهد البيت. احنا مش عايزين كده.
انا عايزاك تمشي بحكمه وتمشي، دي بنت اصول وبنت ناس، مش عشان جايبها انت ومراتك تبقى تضغط عليها نفسيا وتضغط عليها معنويا وتقول لها لا انت اللي غلطانه ولا انت اللي وانت. انت كده بتكسر العلاقه وبتكسر الحب اللي بينك وبين مراتك، وتخلي العلاقه في اقرب وقت تتهد وتقول لك بالسلامه. سيدنا محمد يا ولاد عليه الصلاه والسلام. واسوأ حاجه بقى ان انت تخلي مراتك تحس انها لوحدها، تحس ان مفيش حد في ظهرها، اللي هو ظهرها ان انت جوزها، وانها بتواجه الدنيا كلها واقفه لوحدها وانت بتتفرج عليها. ساعتها العلاقه بتبدا تموت من جواها، انت اللي بتقعد تتفرج على الحكايه دي وانت ما انتش حاسس. طبعا الحقيقه ان في ناس كتير مش عايزه تواجه، وفي ناس العدل بتاعها مش اختيار، العدل واجب، مش اختيار، العدل واجب. انت لازم تعدل ولازم تحقق العدل ده ما بين مراتك وما بين اهل ابوك، امك وابوك يعني، فاهمين؟ ولو ما عرفتش انك تتوازن بين اهلك ومراتك بقى تراجع نفسك. اراجع نفسي عشان ما تخسرش الاتنين. ما هو انت لو رجعت نفسك في ان انت تقول لا ده صح وده غلط، هتراجع نفسك، لان ممكن انت في لحظه تقوم خسر مراتك ومراتك تمشي وتسيب لك البيت وتتطلق منه، واهلك نفسهم هيكرفوك بعد كده ويقول لك انت غلطان وانت مش عارف ايه وانت ايه، لان انت ما عرفتش تدير الحق ما بين الاتنين. فاهم؟ الراجل السوي مش اللي بيسمع كلام اهله وخلاص، لا، الراجل السوي هو اللي يعرف يفصل ويعدل ويحمي، لان اللي ما يعرفش يحمي امانته ما يستحقش يكون مسؤول عنها اساسا. تمام؟ على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا الراجل دوت متجوز واحده وقاعد في البيت وعايش مع اهله، اهل بيت امه وابوه، ويقول لك انا ببر اهلي، انا ببر اهلي. معلش الكلام ده يا جماعه انا بقوله لكم، وهقول لكم الكلام ده كمان مستحق لايه. ببر اهلي ببر اهلي. طبعا انت بتبر اهلك على عينك وعلى راسك، وهي برضو بتبر اهلك علشانك انت. هي مش مسؤوله انها تبر اهلك، على فكره هي بتبر اهلها هي، لان ربنا قال لها تبر اهلها مش اهلك انت، وهي كانت بتقول كده ده من حبا فيك ليهم. فاهمني؟ فانت لازم تحط النقطه دي وتحط النقط على الحروف. انا مراتي ست كويسه وست محترمه، فانا لازم اجيب لها حقها، مش بحقها بان انت تتخانق مع امك وابوك، لا، بالعقل، العقل السوي. الراجل الناضج السوي هو اللي ما يفرقش ما بين ده وده، هو اللي يبقى حاكم ما بين ده وده، علشان انا دلوقتي ابقى حاسه ان انا جوزي ده واخد لي حقي، او مثلا ظهري، او في سندي، او بيشكر فيا في كل حته، او حتى لو احنا عاملين ايه بيشكر فيا لان ده سندي وده ظهري. حاسه ان انا جوزي ده كده قاعده عايشه معايا وبتحمله في كل حاجه، لكن مش حاسه ان هو امين معايا. انا دلوقتي مش حاسه بيه، مش حاسه ان هو امين معايا اصلا، ان هو كسر ظهري، ومش حاسه ان ظهري مسنود، لان كل حاجه يكسفني، كل حاجه يكسر فيا، وكل حاجه يقول لي اتاسفي، وكل يقول حاجه قولي حاضر وطيب ونعم، لا هم الصح، انت اللي غلطانه انت. بيخليني مضغوطه ضغطه نفسيه. ففي اول وهله هقول له بالسلامه، انت ما تلزمنيش. الله، ما هو انا احنا ربنا قال القوارير، النبي وصى على كده، انتوا بتتكلموا في ايه؟ وانت لازم تاخد بنت الناس دي وتحافظ عليها. ما هو انت بنتك لما تتجوز مش هتخلي بالك من بنتك؟ مش هتخليها برضو ان هي ما تندمش انها اتجوزت الشخص ده، او الشخص ده لازم يعاملها احسن معامله، ولو لو هي عملت حاجه وهو عمل فيها اي حاجه، انت اول واحد هتقف لها، لان دي بنتك حته منك. فهي برضو اللي معاك دي بنت ناس وحته منهم، ولازم يقفوا لها، ولازم يبقوا واقفين معاها، ولازم يبقوا جنبها، ومش هيستحملوا ان انت بتعمله معاها. فانت خلي بالك، ولازم تكون راجل حكيم وراجل ناضج وفالح وناصح، وما تهدمش بيتك، لانك انت دلوقتي كل يوم بتحط عقده، كل يوم بتحط كره، كل يوم بتحط كره كره كره، وخلي مراتك لحد ما تنفجر وتقول لك لا. بر اهلك انت بقى، انت مع السلامه بر اهلك، لكن مش بر الاهل ان انت تيجي تضغط على اللي معاك دي، لا، اللي معاك دي ست بنت ناس، ولازم تحتويها، ولازم تكون ظهرها، ولازم تكون معاها في كل حته، وتكون متباهي بيها في كل حته، ولما تكون واقفه في اي مكان لازم تبقى فرحان فيها وواقف جنبها، تحس ان انت راجل واقف جنبها وسندها، تحس انها مش مكسوره، تحس انها هي مبسوطه، تحس انها قد الناس دي كلها، لان جوزي واقف جنبي في كل حاجه، واقف معايا وفي ظهري، احس ان انا ملكه، يحسسني ان انا ملكه ومفيش حد تاني بعديا. مش مشكله انت حاسس اهلك ان هم برضو كده، انت مع نفسك، لكن انا برضو تحسسني بكده، تحسسني ان انا ليا ظهر، ان انا ملكه وماليش حد غير الدنيا دي غيرك انت، وانت ظهري وانت سندي. ان كان عجبكم الكلام ده يا جماعه، وبقول لكم الكلام ده من قلبي، ما تنسونيش بكومنت حلو، والله بالله عليكم صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا حبيبي رسول الله.